هو التهديد الأخطر لحد الآن. عادل بولبينا بكثافة عددية. شوف هنا 5 لاعبين متواجدين في منطقة الجزاء بالنسبة لفريق مولودية طهران. كانت في الجولة الماضية الدفاع يتقن الصمود، ولكن الهجوم ضعيف من جانب فريق مولودية طهران. وهنا المحاولة من فريق نادي هناك طلبها مراد بن عياد. ياسر بالعريبي أمامه، بن عياد في القائمة الأول. الراسية وكرة صعبة وخطيرة من جانب حمزة بن لحول، راحت جوار القائم. هنا من جانب مراد بن عياد التوزيعة ممتازة بالراس حمزة بن لحول، ولكن كرة راحت الكرة دائما من رجم آدم المراوغة. راح رجم آدم دائما يراوغ دائما. كرة صعبة كرة خطيرة، كرة صعبة وكرة خطيرة. إزماني والمحاولات تبقى متواصلة للوصول إلى الشباك. وهنا الوصول وهنا يأتي الجول. هنا الوصول وهنا يأتي الجول لفريق مولودية طهران. نعماني يفتتح مجال التسجيل. المخالفة من إزماني والراسية من نعماني، والمولودية تتقدم بأول الأهداف. 1-0 لمولودية طهران أمام نادي بارادو عند الدقيقة 54. كنا نتحدث عن الوصول وهنا يأتي الجول. كرة لصالح فريق نادي بارادو. هنا دائما الفرصة، ولكن راحت إلى 55 من عناصر مولودية طهران لضمان النقاط الثلاث. هنا المحاولة والتسديدة، ولكن من الشاذلي أيمن راحت مباشرة إلى 55. شوف هنا بيمناه الشاذلي أيمن عناصر نادي بارادو. وهنا كرة ومحاولة لصالح الفريق العاصمي، ولكن الخطر يبقى دائما. التسديدة دائما من بوزيدة. هنا جابر كعسيس، فرصة كانت قريبة والتعادل اقترب. فرصة كم كانت قريبة والتعادل اقترب هنا، ولكن كرة جابر قعسيس